بداية الموسم اللي فات احنا بدأنا بداية قوية جدا، بدأنا بالسوبر، ودي كانت دفعة كبيرة قوي لينا في أول الموسم، وكلنا ساعتها قعدنا مع بعض واتفقنا ان احنا هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نمشي بنفس الريتم طول السيزون، وفعلا حققنا الدوري 30. وطبعا الدوري ده بيبقى اغلى بطولة عندنا، وان احنا قدرنا نحافظ عليه 30 سنة وما نفرطش فيه ابدا وما يطلعش من الجزيرة. دي حاجة بالنسبة لنا اكبر حاجة في السيزون اصلا. وبعد كده حصل لنا دروب يعني، بس احنا الموسم ده اتعلمنا منه كتير قوي قوي. اتعلمنا من اللحظات الحلوه وتعلمنا من اللحظات الوحشه اللي حصلت، اتعلمنا كل حاجه، وبنوعد الجمهور وبنوعد نفسنا قبل اي حاجه ان احنا ان شاء الله راجعين اقوى بكتير قوي قوي، ومستنيين دعمكم وتشجيعكم. الدوري ان احنا نحققه للمره 30 على التوالي ده انجاز تاريخي، حاجه مش بتحصل، فده شرف لينا، وبشكر اي حد شارك فيه في الانجاز ده، وبنوعد الجمهور ان احنا دايما نقدر نحافظ عليه وان الدوري دايما يفضل في الجزيره. بطوله السوبر كانت اول بطوله ليا ارفع فيها الكاس، ودي طبعا احساس ملوش وصف ان انا اكون كابتن النادي الاهلي، واتمنى دايما ان انا اكون على قدر المكان اللي انا فيه وعلى قد المسؤوليه، ومستنيه دعمكم دايما ودعم لكل الفرق. طموحنا واصل لدرجه عاليه قوي قوي ان شاء الله. كله بدا ترتيباته، كله بدا يفكر مع نفسه في الحاجات اللي احنا عملناها غلط والحاجات اللي احنا وقعنا فيها والحاجات الحلوه برضو عشان نكملها، وان شاء الله الموسم اللي جاي نفرح بكل البطولات ونحقق كل البطولات ان شاء الله. جمهور الاهلي احنا بنقول لكم ان احنا عمرنا ما قاصدين ان احنا نضايقكم او نزعلكم، عارفين ان اي كلام منكم بيبقى دعم لينا، وعشان انتوا بتحبونا وبتحبوا تتفرجوا علينا وتشوفونا في احسن وضع، فاحنا عارفين ده كله، مستنيين منكم دايما الدعم، ومستنيين منكم ان احنا نفرح مع بعض دايما، ومستنيينكم في كل الماتشات وكل البطولات ان شاء الله.